الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحبكم في الله، غفر الله لنا ولكم. أبشركم ب20 كنزا بين يدي كل واحد منكم. 20 كنز إلهي رباني نبوي، هدية من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة. هذه كنوز باقية توصلك إلى الفردوس الأعلى. الكنز الأول، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة كتب له 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات، ورفع 10 درجات، وصلى الله عليه بها 10 صلوات. هذا في المسند وفي غيره حديث صحيح. وعند مسلم في الصحيح: من صلى علي صلاة، وفي لفظ واحدة صلى الله عليه بها 10. الله يصلي عليك 10 صلوات إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، غير الرواية الأخرى التي صحت 10 حسنات أيضا، ورفع 10 درجات، وتكفير 10 سيئات. كم تأخذ منك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثانيتين صلى الله وسلم على نبينا بأي صيغة. فغنم هذا الكنز. الكنز الثاني، قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لأبي موسى الأشعري: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كنز من كنوز الجنة، والذي أخبر بهذا الكنز سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله حصلت على كنز من كنوز الجنة. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني قيل كما قال الحافظ في الفتح بن حجر: لا يحول بيننا وبين معاصي الله إلا الله، ولا يقوينا على طاعة الله إلا الله. وقيل: ليس لنا حول على القيام بالطاعة، بالعكس بالطاعة، إلا بحول من الله، ولا قوة لنا على ترك المعاصي إلا بقوة من الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله هي تفتح الأقفال، ويشرح البال، ويرضى ذو الجلال، وتحمل الأثقال، ويصعد بها الجبال، لأن كلمة قوة، كلمة مدد، كلمة طاقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الكنز الثالث، قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان. اسمع: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. رواه مسلم في الصحيح. قولوا: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. تذوق طعم الإيمان إذا قلت. هذه أصول الإيمان، الثلاث الأصول. وقال صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة: من قال رضيت بالله ربا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم. وفي لفظ: وجبت له الجنة. ومن السنة أن تقولها إذا أصبحت 3: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، 3 إذا أصبحت. وإذا أمسيت تقولها 3: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إذن في هذا الكنز 3 أجور: ذاق طعم الإيمان، وجبت له الجنة، كان حقا على الله أن يرضيه. كم تأخذ منك؟ نصف دقيقة؟ يا له من كنز عظيم. الكنز الرابع، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي وصححه الألباني. أي أجور! كم من الأجور في هذه الحروف وأن تقرأ. تزود من هذه الكنوز يا أخي. في الختمة الواحدة ملايين الحسنات. سورة البقرة بعضهم قال فيها 1,000,000 حسنة. كل حرف ب10 حسنات. الحرف بالحسنة، والحسنة ب10 أمثاله، لأنك تقرأ كتاب الله، تتلو كتاب الله. حتى يقول العلماء: سواء بتدبر وبغير تدبر، لأن التدبر هو أعظم للإيمان طبعا، وأعظم في الأجر، لكنك تحصل على الأجر إذا تلوت كتاب الله. الكنز الخامس، قال صلى الله عليه وسلم: اسمع، هذا يمر بك في 24 ساعة دائما، وهذه كلها ترى تمر بك ليل ونهار. كنوز وجاهزة وسهلة، ويستطيع يكون بها الغني والفقير والرجل والمرأة والكبير والصغير، وحتى الصحيح والمريض. فضل من الله ونعمة. لكن الناس أكثرهم في غفلة إلا من رحم ربك. في غفلة إلا من رحم ربك. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء. رواه مسلم. هذا حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب فاروق الإسلام، كان يقول في الخلافة ويعلم الصحابة، وهم عاشوا الصحابة التنزيل والتأويل وعرفوا. وهذا في الوضوء، لو قلت لبعض الناس قالوا الوضوء معروف يا أخي لا تشغلونا، لا، يفرح أمير المؤمنين ويقول للصحابة ويفرحون ويكررون. هل سمعتم بأجر مثل هذا؟ كنز. تقول بعد ما تتوضأ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الجواب الأجر، تفتح لك أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيتها شئت بهذا العمل البسيط الذي تقول بعد الوضوء. وقل لبلال العزم من قلب صادق أرحنا بها حق إذا كنت حقا مصليا، أرحنا بها إن كنت حقا مصليا. توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترك أبواب الجنان الثمانية. الكنز السادس، قال صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم الكنوز، أنصت رحمك الله ورحمك الله يا ابني ويا بنتي ويا أخي ويا أختي. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، بل رواه الجماعة، هذا من أعظم الحديث، هذا تاج الأذكار، إذا قيل تاج الأذكار هذا هو. قال صلى الله عليه وسلم، اسمع المعصوم عليه الصلاة والسلام، اسمع المؤيد بوحي من الله، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، كأنك اعتقت 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر منه، أكثر من عمله يعني. متفق عليه ورواه الجماعة. هذا تقوله في 5 دقائق، بعضه في 4 دقائق، 100 مرة تقولها وتحصل على هذه الكنوز. ولكن يحتاج إلى حياة في القلب، يحتاج إلى اهتمام، يحتاج إلى اتصال بالباري، يحتاج إلى أن نفسك تريد الفردوس الأعلى، يحتاج إلى نفس مهاجرة تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى روح مقبلة طاهرة أقبلت خلاص فكرت في رفقة محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أحبابه ومن رفقائه في الفردوس الأعلى عليه الصلاة والسلام. الكنز السابع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. ترى هذا يأخذ دقيقة ودقيقة ونصف. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت كزبد البحر. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. يقول بعضهم كيف أنا أقول سبحان الله بحمده 100 مرة تحط خطاياه ولو كانت كزبد البحر؟ قلنا فضله وكرمه ورحمته، لأنه أرحم الراحمين، لأنه أكرم الأكرمين، لأنه أجود الأجودين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثل هذه الحديث يعني يتعاظمها بعض الناس، يقول أنا أقول كذا ويحصل كذا، قال لي لأن كرمه لا يقاس على كرم المخلوقين، فهو أكرم سبحانه وأجل وأعظم. كرمه لا تقيس أي مخلوق مهما بلغ. كل كرم الناس ذرة من ذرة من ذرة من كرمه سبحانه وتعالى، وكل ما يعطون أصلا من كرمه سبحانه وتعالى جل في علاه. فاغتنموا مثل هذا الحديث. كم يأخذ منك سبحان الله بحمده 100 مرة؟ دقيقة ونصف أو دقيقتين. وقال عليه الكنز الثامن، ولكم معي، قال عليه الصلاة والسلام، أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا كيف يقرأ ثلث القرآن يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. حديث صحيح، حديث صحيح ثابت عند المحدثين. ثلث القرآن تقرأ سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تقرأ كأنك قرأت ثلث القرآن. تقرأ 3 مرات ختمة، هذه يسمى عند العلماء ختمة الأجر. هي أقل من في نصف دقيقة، في نصف دقيقة 30 ثانية، تبخل على نفسك. اقرأها الآن، اقرأها الآن، لولا أني معكم في المحاضرة بس بعدين اقرأ إن شاء الله، الله يعيننا وإياكم. لا تنسون 3 مرات في نصف دقيقة، كأنك هذه ختمة الأجر، ختمت القرآن ختمة أجر. الكنز التاسع، قال عليه الصلاة والسلام، من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة، بعد كل صلاة مكتوبة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي والطبراني وهو حديث صحيح عن أبي أمامة. بعد كل صلاة بعد ما تسبح 33 تقرأ آية الكرسي، لم يمنعك من دخول الجنة إلا أن تموت. فضل. أسألكم بالله، آية الكرسي وقفتم معها، قرأتموها، تدبرتموها؟ يا أخي والله تهز الجبال. والله يا شيخ آية الكرسي هذا أشهد أنها لو ما نزل إلا هي وحدها أنها من عند الله، وأنه نبي من أتى به عليه الصلاة والسلام. أشهد أن البشر لا يستطيعون أن يصلوا إلى ما استطاعوا يفهموا يتدبرونها، فكيف يأتون بمثلها؟ هذا هو التحدي والإعجاز. سبحان من أنزله. بعد كل صلاة لا تنسى
يقول أحد العلماء: والله ما تركتها بعد ما سمعت حديث أبي أمامة. خلاص يعني تطبيق. ومستعجلين على ماذا يا أحبابي بعد الصلاة؟ ليش يا أخوة؟ لماذا إذا صلينا يا أحبابي نتزاحم على الباب؟ لماذا هذا العجلة يا شيخ؟ لماذا هذا الطرد؟ يعني بنلحق الحراج وبندرك السوق وبندرك السواليف، لا ونتزاحم، ما نبقى بعد الصلاة دقيقتين ولا ثلاث نسبح 33 ونقرأ آية الكرسي والمعوذ، لا متسابقين. وش شوف المفاجأة والمقلب، ونقف عند السيارات برا نسولف. والله أنا نسولف في المربعانية وفي العتارب وفي أسعار كل شيء، في أسعار حتى الحطب والفحم، وفي الأخبار، ومن تزوج ومن طلق ومن اشترى ومن باع، والعقار والأسعار والأمطار والأخبار والأشجار والليل والنهار والأنهار والبحار. يا أخي إلى متى؟ طيب وين ذكر الواحد القهار؟ يا أخي خلونا نصبر شوي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل شيء ملحوق كما يقول الطنطاوي، يقول لا تستعجل أنت في المسجد، ترى المطالب بين يديك، والذي يقضيه والله الذي ملك الملوك. أنت خاطب الآن الناس في صلواتهم، والله في قضاء حوائجهم، هو يدبر لك ترى، بس اصبر يعني اهدى. العاشر، قال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله لا يضرك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذه الأربع، تبيه الأربع هذه خطيرة، رواه مسلم. لأن نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس كل ما طلعت عليه الشمس في الدنيا. يا أخي هذه الكلمات الأربع يقول تقولها مرة واحدة خير مما طلعت عليه الشمس. يا أخي أرجوك، يعني إنقاذا لروحك، إنقاذا لنفسك، سعادة والله، أجر أنك تجعلها دائم وردك في الليل والنهار. عود لسانك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الذاكر الله كثيرا والذاكر الله كثيرا والذاكرات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يعني جعلها ديدنك، لأنها تمنعك من الغيبة، من الإسفاف في القول، من الهرج، من الكلام الفاضي، من الكلام الفارغ، من الحكاية، من السواليف التي لا تنتهي وليس فيها خير لا في الدنيا ولا في الآخرة. الكنز 11، قال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن يقول العبد الإنسان المؤمن والمؤمنة: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا رواه البخاري. يقال إذا أصبح ويقال إذا أمسيت. تقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. إذا قال حين يمسي فمات كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح هذا الذكر فمات كان من يومه من أهل الجنة. تقول تروح من أهل الجنة. كرم أكرم الأكرمين، في صحيح البخاري ثابت هذا الحديث. هي كرم أكرم الأكرمين، هي رحمة أرحم الراحمين، هي ورحمن سبحانه وتعالى بكلمة يرحم سبحانه، يرحم هو، لأنه لا يستفيد من تعذيب العباد. رحمن رحيم، هو سمى نفسه رحمن رحيم. حتى أول سورة بسم الله الرحمن الرحيم، أول سورة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. على العرش استوى، يقول الرحمن على العرش استوى، ما قال الجبار على العرش استوى ولا قال القهار، قال استوى بأعظم أسمائه الرحمن، على أعظم مخلوقاته العرش، أعظم مخلوقاته، بأعظم صفاته الرحمة. فيا من استوى بأعظم صفاته في أعظم أسمائه على أعظم مخلوقاته. وكتب في الصحيحين كتب كتابا عند العرش، عنده على العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. بقي شيء؟ فيا من رحمته سبقت غضبه اغفر لنا وارحمنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أي كرم يا سيد الاستغفار، لا تتركه صباح ولا مساء. الكنز 12، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هي صعبة يا أخي، رطب بها لسانك، عطر بها فمك، اشرح بها صدرك، احي بها روحك، ارض بها ربك، مهد لنفسك في الجنة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لكن نسأل الله أن يحيي القلوب، لأن القلوب تموت وتذوي الأرواح وتشرد وتذهب، فنسأل الله أن نعيدها إلى باريها، تكون دائما سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. أنا أدركت رجلا صالحا في الرياض توفي قبل 7 سنوات، وجهه كورقة المصحف، لا يفتر من سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، ويذكر بها في كل مجلس سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، ذاهبا وآيبا وقائما وقاعدا وفي كل مكان وفي السيارة ورائح وجاي سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. يا أخي تسبح الملائكة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون الملائكة. ولذلك يقول سبحانه، يقول أبو ذر: يا رسول الله ما أحب الكلام إلى الله؟ قال: أحب الكلام إلى الله ما اصطفى للملائكة سبحان الله وبحمده. فهي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الكنز 13،
قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. هذا الأجر العظيم. لذلك لا تأخر إذا نادى المنادي. المسجد بيت ملك الملوك، المأدبة، الله ناداك الرحمن الرحيم. هذا هو الصحيح. هذا قول جماهير العلماء. ما نقعد ندور دائما، ندور أضعف الأقوال وندور القول النادر عشان نسهل للناس. خذوا راحتكم وترى صلاة الجماعة ارتاحوا، وترى هذه ارتاحوا منها ولا تكلفون. لماذا؟ طيب نترك الأحاديث الصحيحة القائمة الموجودة المشهورة. العلم كما قال الإمام مالك، العلم المشهور صح في أقوال ثانية. ليش نذهب أحيانا ندور قول ونطلع قول صغير كذا بحديث ضعيف ونقول لا ترجحوه وترى علشان تكون يعني محبوب، تكون حلو وزين وكويس يعني؟ لا يا أخي، هذا قول جماهير العلماء المذاهب. خلاص في المسجد يقول سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هذه المساجد صلاة الجماعة. وتعرفون ماذا قال صلى الله عليه وسلم المتخلف عن صلاة الجماعة في الصحيح؟ 14 صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فأحسن وضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم. اللهم صل وسلم عليه. ومن توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. هما أجران، أجور في الوضوء، ما هو أجر. تغسل وجهك تخرج الخطايا حتى تخرج مع آخر قطر الماء، حتى من الفم تخرج الخطايا. تغسل يديك تخرج الخطايا حتى من آخر الأظفار. تغسل قدميك تخرج الخطايا. نعمة من الله وكرم. الطهور شطر الإيمان، فضل من الله، هذا نعمة منه سبحانه وتعالى. تتوضأ تصلي ركعتين وتحضر في الصلاة، تحضر قلبك، ما تحدث نفسك بشيء من الدنيا وكذا، يعني ما تلهو، يغفر لك ما تقدم من ذنبك. الكنز 15 قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أو لفظ مسلم رسولا، غفر له ذنبه. ولفظ مسلم: من قال حين يسمع النداء المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، قدمه هنا، وبالإسلام دينا، الأمر واسع، غفر له ذنبه. رواه مسلم في الصحيح. كم تقول؟ نصف دقيقة. احرص عليها عندما تسمع الأذان. هي ترى أذكار الأذان باختصار أن تتابع المؤذن، تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أي أجور وأي كنوز. الكنز 16 قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح عند مسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، يعني تسبيحه وتكبيره وتحميده. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت كزبد زبد البحر. رواه مسلم. فضل من الله ونعمة. ورد في الصحيحين أيضا بنفض أنه سبق أهل، تعرف الدثور سبقوا بالأجور، فأخبر صلى الله عليه وسلم الفقراء بذلك فعلوا الأغنياء. قال: ذلك فضل الله. 33 تسبيح، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، وتختمها بالمئة تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بعد كل صلاة احرص على هذا الورد، ترى من أعظم الورد هذا بعد كل صلاة وعند النوم. لكن عند النوم يختلف، أنه بدل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تجعل التكبير 34 فتتم 100. الكنز 17 الكلمة الطيبة صدقة. الكنز 17 الكلمة الطيبة صدقة. اجعلها كلمة طيبة، منها أعظمها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم، كيف حالكم. يا أخي نبخل على أنفسنا بالكلام، نبخل ما نتصدق حتى بالكلام، الكلام الطيب، الكلام الحلو. كيف حالكم، بشرونا عنكم، جزاكم الله خير، غفر الله لنا ولكم، الله يثيبكم. يمر بك مبتدأ تقول الله يعافيك، يمر بك واحد يقول الله يجزاك عنا خير، يمر بك شيخ يقول الله يختم لك بالخير، الله يحرم هذا الوجه عن النار. ترى الكلام مجان لكنه أجر عند الله، ترى كنوز يا أحباب. كلمة طيبة، المؤمن طيب الكلام، طيب النطق، طيب الأخلاق، طيب السيرة، طيب المنهج. الكنز 18 قوله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدق. هذا في الصحيح.
تبسمك في وجهك صدقة، أن تلقى أخاك بوجه طلق. وش الداعي للعبوس؟ وش الداعي تقطيب الوجه؟ وش الداعي يعني تقطيب الجبين والغضب والحدة مع الناس؟ يا أخي ابسط الوجه، والله بعض الناس يعطيك أمل وتفاؤل وإنك تفرح إذا رأيته ما يعرفك، بس السلام عليكم حياكم الله. أنا كنت مرة مسافر إلى الخارج وغرت بذلك، لكن معنا شيخ فوق 80 معه أبنائه، والله يا شيخ ملانا بهجة في الطائرة. كنا جالسين قبل ما تقلع الطائرة، السلام عليكم شلونكم عساكم طيبين، ويلتفت لكل واحد ويسلم عليه، واحيانا يصافح هذا، الله يبارك فيكم بشرونا عنكم عساكم طيب. يا أخي ما نسيت أنا، حتى أني حطيتها في سلام مرة وأخبرت الإخوة وقلت وطول الرحلة الله يبارك فيك الله يسعدك، وصوته ودعائه للناس وما يعرفهم ويمر المار، مساك الله بالخير الله يحفظكم الله يبارك فيكم عسى الله يصلح لنا ولكم النية والذرية. هذا كلام طيب، هذا دعاء يا أخي، هذا رحمة. وبعض الناس يدخل معكوس كأنه مات له 4 في عزاء، غضبان وعابس، وإذا سلمت عليه يعطيك كن يدك داب، بتحط داب في يده ولا ثعبان مدري مالش، وحتى إذا صافحت يسحب يده، نسأل الله العافية. ولا يعطيك من نفسه يتكلم معك ولا شيء، حتى بخيل بالكلام بخيل بالبسمة. سبحان الله، هو من الله سبحانه، وإنك لعلى خلق عظيم. مواهب يا أخي، القبول منه، الحظ منه سبحانه وتعالى، هي حظوظ يعطيها الله من يشاء، حتى الكلام حتى البسمة. يا أخي ما أنت لا يطلبونك الناس بفلوس دائم، ما يطلبونك بدراهم، والله ما يجبرك أحد ولا يطلعون الحقيبة قال أعطونا فلوس، يبغون بسمة، يبغون كلام، يبغون يا أخي وجه طلق وسمح. هذا هو خلق المؤمن يعني. فقال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجهك صدقة، وأولى ذلك الناس أهلك يعني من الناس. في صحيح مسلم كان صلى الله عليه وسلم تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أم عبد الله المبرأة من فوق 7 سماوات الصديقة بنت الصديق، كيف إذا دخل عليكم صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كيف يدخل عليكم؟ قالت يدخل ضحاكا بساما صلى الله عليه وسلم، ضحاكا بساما، هذا له الأولى، الأقربون ولا بالمعروف، ثم وزع أنت على الناس المسلمين. الكنز 19 اللقمة صدقة تعطيها. والتمرة، عائشة في صحيح مسلم قسمت تمرة بين يتيمتين، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من كفل مثل هؤلاء كانوا حجابا من النار. الذرة تعطي ذرة، تأكلها ذرة تأكلها نملة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حتى لو تعطي النملة تسقي الحمام، القطط تعطيه تطعمها، الكلاب تطعمها تسقيها. يقول صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، كل كبد رطبة أجر، كل من يشرب وكل من يأكل تعطي طعام، تعطي تصدق. بعض الناس صدق إني أعرف رجل صالح إن عنده إنه يأخذ كراتين تونة في سيارته، والله إنه يوزعها للقطط كذا. وقد سمعتوا أنتم شفتوا في اليوتيوب رجل، طبعا بدون ما نذكر أسماء، يوزع على القطط ولا خلونا نذكر في واحد، لأني أنا أعرف منطقتي يعني، والمناطق فيها ناس كثير وأصلح منا. في منطقتي أنا في محافظتي في بالقرن رجل صالح الآن بقى فوق 80 اسمه دحيم، الشيخ دحيم القرني، مهمته شوف من الصباح عنده واية ماء يعبي من الآبار ويذهب إلى الأرامل والمساكين والمساجد ويعبيها ماء، ثم يذهب فيأخذ الحبوب للطيور ويأخذ اللحوم للقطط وللكلاب، وتمر عليه ويوزع عليك مساويك وريحان، مسواك يعني وريحان، ويوزع عليك طيب ويتبسم، وأحسن الناس خلقا. أنا عرفته من أكثر من 30 سنة، يحب الكبير والصغير، أبو للأرامل أبو للأيتام، من الصباح وعمل خيري ما في مقاضاة راتب من عند الله الراتب، بوايتي يعبي في البيوت للأرامل للعجائز للمساكين للأيتام الفقراء. في ذا بقي وقت الطيور الحب وينثر، وبعدين يأخذ من اللحوم هذا ومن الدجاج ويذهب إلى القطط. ترى هو موجود له مقاطع فيديو، الشباب يعني مروا به ويوزع، يمر بك في السيارة ويعطيك ويسلم عليك ويعطيك السواك ويعطيك الريحان ويعطيك ويتحفك بالطيب. هذا خلاق المؤمنين. أنا قلت لي إني عرفته أنا ولا غيره كثير، أبشركم موجود في كل المناطق. أنا زرت المحافظات وهنا وحتى في كل بلاد المسلمين الحمد لله الخير موجود، لكن نريد نجتهد لأنفسنا، نحن نعمل لأنفسنا، الله غني عنا سبحانه، هو ملك الملوك سبحانه، لكن نعمل لأنفسنا. 20 الكنز 20 كف الأذى عن الناس صدقة. ما تقدر تتبسم خلاص، ما بتمسم، ما ودك تقول كلام جيد، مرة ما عندك شيء، لا فلوس ولا طعام ولا ماء ولا بسمة ولا سلام، كف ذاك جل وابشر
صلى الله عليه وسلم وأنت كف أذاك فإنه صدق، يقول في الصحيح صلى الله عليه وسلم من حديث يقول وأنت كف أذاك فإنه صدق لك. المهم مثل ما قال المتنبي إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإفضال. يقول الله يبيض وجه اللي سلمنا ما يؤذينا، الله يبيض وجه ما اللي سلمنا من عصاه ما ضربنا، الله يبيض وجه اللي ما عضنا واللي ما سبنا ولا اغتابنا. أنت كف أذاك، عجزت، ما عندك خير ولا بتصدق ولا بتبسم، خلاص قفلت، كف أذاك، صدقة تتصدق وأبشر. والله يا إخوة إن كثير من الناس بحاجة إلى أن يرحم المسلمين من نفسه ومن مشاكله ومن أزمات. يكف يا أخي، يتصدق علينا وعلى الناس ويتصدق على روحه، يفكنا يا أخي. فتجد سبابا عيابا شتاما منتقما حادا غضوبا يعني فيه عدا شراسة. كف أذاك فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك. أسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته الواسعة. عودوا إلى هذا الكنوز، حاولوا تطبيقها، المقصود التطبيق العمل. والله إنها كنوز عظيمة خير من الدنيا وما فيها آلاف المرات. أسأل الله أن يقبلني وإياكم في من قبل وأن يتولانا وأن يسعدنا في الدارين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكرا لكم.